السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد واقتراح ديال اليوم. كلاص حجم عائلي كيجي غزال في الشكل ديالو وفي المذاق. نفرحوا الوليدات ونحضروا لهم هاد الكلاص، ما نحتاجوش نشريوه من برا. بسم الله. في الاول كنحتاجو 2 علب ديال البسكوي، كنضربهم هكا بالمدلك، كنهرمشوهم بلا ما نديرو هذه الماكينه، بلا ما نطحنوهم في الطحانه. كنديروا هذه الطريقه سهله، كنهرمشوا بها البسكوي. بيتو ديروا هذا الشكل ديال البسكوي، ديروا اي شكل بيتو ديال البسكوي ديروه. انا من الاحسن كنفضل هذا ديال الاوريو، كيعطي مذاق زوين في الكلاص. بالنسبه لهذا الكلاص ساهل في التحضير ديالو ودغيا كيتوجد، وكيجينا حجم عائلي. نفرحوا الوليدات ونحضروا لهم هذا الكلاص خصوصا في هذا الجو السخون. من بعد كنجيبوا الكريمه السائله. انا درت 2 علب هنا صغار، بغيتو ديروا العلبه الكبيره ديروها. انا درت 2 علب ديال الكريمه السائله، كنخدموها مزيان بالباتور. وما نخليوش هاد الكريمه تتقال بزاف، كنخليوها شويه ما تكونش ثقيله. من بعد كنزيدو حليب المركز المحلى، هو اللي كيعطينا مذاق غزال في الكلاص. صافي كنخدموه مع الكريمه. تبعوا هي الفيديو من الاول حتى الاخر، غيجيكم هاد الكلاص غزال في الشكل ديالو ولا حتى في المذاق. كلاص حجم عائلي، ما نحتاجوش ناخذوه من برا، نصايبوه للعائله ونفرحوا الوليدات. صافي هنا مع جاتني الكريمه، ما قدنيش هاد البول، جبت بول اخر درت فيه هاد الكريمه. بيتو ديروه هي علبه واحده ديال الكريمه السائله ديروها. انا درت بالنسبه لهاد 2 علب ديال الكريمه باش تخرج ليا كلاص كبير حجم عائلي. صافي هنا من بعد ما خدمت الكريمه، طلعت ليا الكريمه، كنزيدو هذاك البسكوي. صافي وكنجيبو واحد سباتول وكنحركو بها هذا البسكوي باش ما تنزلش لينا الكريمه. تبعوا هي الطريقه والفيديو تبعوه من الاول حتى الاخر باش يصدق لكم هذا الكلاص. ما باقيش غادي تحتاجوا تشريو الكلاص من برا، نحضروه في الدار، نحيدوا العكز ونحضروه للوليدات نفرحوهم خصوصا في هذا الجو اللي سخون. صافي هنا كندخلوا هذاك البسكوي في الكلاص، تنبداو نطلعوا الكريمه من الاسفل للاعلى باش ما تنزلش لينا الكريمه. صافي هنا كنجيبوا هذاك السيركل ديك الدائره. صافي وكنحطوا الكلاص ديالنا في وسطها، تنكونوا درنا ليها بلاستيك الغذائي في الوسط. راه كيجينا ساهل، كنحيدوا هذاك البلاستيك الغذائي فاش يجمد لينا الكلاص دغيا كيتحيد لينا بسهوله. صافي هنا كنسرحوا الكلاص في هذه الدائره. في اي مول بغيتو ديروا فيه هذا الكلاص ديروه، اما ديال السيليكون ولا هذا السيركل راه كيجي ساهل. بغيتو ديروه دائري ديروه دائري، بغيتو ديروه مربع كنديروه مربع الكلاص. المهم راه كيخرج لينا كلاص حجم عائلي كبير. صافي هنا تنسرحوا الكلاص ديالنا. علاش نشريوه من برا؟ نصايبوه نيت حنا في الدار، نحيدو العكز ونقادوه للوليدات والعائله. بالنسبه لهاد الكلاص كيكون الثمن ديالو شويه طالع، نحضروه للوليدات نفرحوهم. صافي هنا كنسرحوه. ساهل في التحضير ديالو، كيتوجد في وقت قليل.
هنا كنقادو هذوك الجوانب. صافي حتى تنصايبو داك السطح ديال الكلاص. من بعد كنجيبو البلاستيك الغذائي وكنغطيو هذاك السطح ديال الفوق ديال الكلاص وكنحطوه في المجمد. صايبناه في الصباح، ما كنحيدو، ما كان نحضر، ما كان نقدموه حتى العشيه، تنخليوه كيجمد مزيان باش يجينا ناجح. كلاص كيجي ناجح باش ما خليناه برد، كيجي زوين. صافي هنا زدت داكشي اللي بقى ليا في الحليب المركز، خليت واحد شويه وزوقت به الواجهه ديال الكلاص. بالنسبه للتزيين اختياري. صافي هنا شديت هذاك السيجار، داك البسكويت ديال السيجار فيه حبه وحده، هرمشتها هكا هي بيديا، فرتتو وزوقت به الكلاص. بالنسبه كي قلت لكم التزيين راه اختياري، ممكن خليوه هكاك، ممكن نزينوه هكا بالبسكويت. صافي ودرت هنا اقراص، هنا صايبت هذوك الجوانب ديال الكلاص قديتهم مزيان. تنقدو الجوانب ديال الكلاص باش يجينا غزال في الشكل ديالو، ولا جا غزال في الشكل ديالو في المذاق. نحضروه للعائله والوليدات، نفرحوهم بهذا الكلاص حجم عائلي جا رائع ولذيذ في المذاق ديالو. وهنا زوقت بهذوك الاقراص ديال الشوكولاته، ودرت هنا بسكوي ديال السيجار. هكا جانا الكلاص ديالنا بالصحه والراحه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.